أنا اليوم جيت نعاود لكم القصة ديالي البنات باش اللي عنده شي حل تعاوني. أنا ظالمة راسي وظالمة الراجل اللي مزوجة بيه. المهم أنا كانت عندي الساعة 16 عام. صراحة عايشة واحد العيشة ما زويناش وما خيباش ما بيني وبين وماما. كانت ديما كتعايرني. بابا تا هو ماشي شي واحد صعيب ولكن شوية. واحد النهار اختي تحولات للمدينة بحال قد الحال بغات تكون جلست ليا مع ولادها يحضيهم ليها. مشيت انا جلست معاها مدة 6 اشهر. في السيمانه الاولى كنت ما كنخرج بزاف بحال اللي بغيت نخرج للفران ديال المدينه شي بلاصه بحال هكا. حتى واحد النهار كنت بحال هكا كنشر برا ساكن حدانا واحد الدري سميتو سيم ساكن حدانا. صافي عجبني بزاف وانا كنت ديك الساعه كنتعلق بزاف بداك الانسان اللي كنشوفو دغيا. صافي هو عطاني نمرتو ولا كيتعامل معايا تا هو زوين. كنا ما كنتلاقاوش كاع ما كنخرجوش حتى هو ساكن الدار على الدار ساكن فوق منا وكاين بابا ملاصق معانا. كان بحال هكا بغيت نهضر معاه نخرج نديرو كرسي برا نجلس انا وياه مجمعين عادي حيت اختي كانت خدامه. صافي مدة ديال شهرين وانا معاه بحال هكا بلا ما نطلق. واحد النهار قال لي بغيت نجي لعندك بغيت ندخل عندك للدار. انا شنقولك ما عرفتش كيفاش توقع لي قلت ليه صافي واخا دخل عندي نعس معايا واخا نعس معايا هو انا واخا دار معايا داكشي بقيت بنت عادي. فاش بقى كيدخل لعندي دائما دائما دائما. واحد النهار كان ولد خويا غادي يفتح كان خاصني نمشي للعربيه باش نجلس لهم في الدار عشان ما كملوش للسبيطار في مراكش. مني جيت جلست في الدار لا قبل ما نمشي نجلس سمحوا لي ما كنت فكرت هادشي كنتلف. مني قبل ما نمشي للدار قلت لي انا غادي نمشي قال لي عافاك بغيت نشوفك اخر مره قبل ما تمشي. صافي مدة نص نهار وانا معاه. مني كان خارج شافتو ماما كانت اختي داك النهار جات من الخدمه بكري شافتو ماما زباتني فاش مشى هو. صافي اختي ما تحملش صيفطتني قالت لي تبقاش ترجع عندي لهنا. من بعد مدة عام وانا كندوي معاه بالتليفون عادي هو قال لي ما نتفرقش عليك. واحد النهار قلت ليه امتى نبقى بحال هكا سيم. قال لي انا غندوي مع ماما. دوي مع ماما قالت ليه لا مستحيل نجيبها. صافي قالها ليا انا تزوجت غير باش ننساه ولكن دابا ما قادراش. مشيت عند اختي البارح وشفتو صدفه كلشي رجع ليا.